يا تمشوه يا تمشي كلكم، مدير رياضي، رئيس نادي، عضو مجلس اداره، رجل اعمال، شركه الكوره، اي حد مسؤول في نادي الزمالك كله يمشي معاه. اي حد هيوافق على استمرار العكاك ده اللي بيعك الصح اللي هو بيعمله يمشي معاه وياخده في ايده، هم كلهم يمشوا مع بعض. مفيش حد اغلى عندنا من نادي الزمالك. نادي الزمالك هو كل حاجه بالنسبه لنا، لكن انتوا تقريبا كده نادي الزمالك مش في اهتماماتكم، لكن نادي الزمالك بالنسبه لنا هو كل الحياه. فانتوا لو مش قد نادي الزمالك سيبوه، كفايه اللي بيحصل ده. معقوله فريق بحجم نادي الزمالك في 10 ماتشات يخسر 12 نقطه؟ امال على نهايه الدوري هنكون خسرانين كام نقطه؟ دوري كان سهل جدا انك ممكن تخلصه من بدري، تساعد منافسينك ان هم يتخطوك ويعدوك، وانت كمان مش هتعرف تاخد تاني او تالت. مع المدرب ده احنا ممكن ما نقدرش ننافس السنه دي على اي حاجه. الدوري طبعا بقى صعب بالنسبه لنا، عندك بعد كده كمان خش على الكونفدراليه، المدرب ده ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. ده كمان لسه لما نشوف الاجواء في البطولات الافريقيه ممكن ما يعرفش يكسبنا ماتش او نعرف نجيب جون. انا بحس المدرب ده بيدرب شوط واحد بس، كل ماتشاته كده بيخلصها من الشوط الاول، يجي عند الشوط الثاني يهنج، يبدا يعك. عكاك، مدرب عكاك، ما بيعرفش يكمل الصح اللي هو بيعمله، لا ده بيعك في الصح اللي هو عمله. اكتر سؤال محيرني احنا ازاي كسبنا النادي المصري 3-0؟ سيبك من الاسماعيلي كده كده اي حد بيكسبه السنه دي والله يكون في عونهم، لكن المصري احنا نكسبه 3-0 مع المدرب ده. اكيد كل المسؤولين في النادي المصري لازم يعاقبوا اللعيبه والمدرب ان هم اتغلبوا من المدرب ده 3-0. نادي الزمالك اسم كبير، نادي الزمالك يخوف اي حد، لكن بالمدرب ده احنا خلاص بقى معروف سكتنا وبقى معروف طريقنا. نجيب جون ما بيهمش اي حد بيلعبنا، هيجيبوا فينا التعادل وممكن كمان يكسبونا، ما احنا ما بنعرفش نرجع. المدرب ده عكاك، ده بينزل سيف جعفر اللي هو ما كانش حاطه اصلا في الفرقه، ما بينزله. ده سيف جعفر اتحط مكان بارون اوشينج عشان كان في 7 محترفين زياده في العك، وكنت ممكن تخسر الماتش من غير ما تلعبه اصلا، لكن الراجل حط سيف جعفر مكانه. والمشكله ان هو بيلعبه، يعني انت لاعب ما كانش في حسبانك كمان بتلعبه. مدرب عكاك، مدرب ما يستاهلش يدخل من بوابه النادي، مش يدرب نادي الزمالك. اي حد هيوافق على استمراره يمشي معاه، زي ما قلت مدير رياضي، رئيس نادي، عضو مجلس اداره، نائب رئيس، رجال اعمال، اي حد مسؤول عن نادي الزمالك. مفيش حد اهم عندنا من نادي الزمالك. انتوا من غير الزمالك ما كانش حد عارفكم، ما كانش اسمه تنجم زي ما بتنجم دلوقتي عشان هو موجود في نادي الزمالك. فلازم المدرب ده يمشي، قلناها من بدري وهنقولها تاني، اللي جاي هيبقى صعب. حرام عليكم اللي بيحصل لجمهور نادي الزمالك، كفايه بجد. الجمهور خلاص، احنا اخر 3 ماتشات ما بنكسبش، اتعادلنا مع الجونه واتغلبنا من الاهلي ودي اتعادلنا مع المحله، فلازم يمشي. اي قرار غير كده يبقى يستحمل اللي هياخد القرار ده.